السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة صبرينا كوزين. اليوم حبيت نقدم لكم حلوة العيد، حلوة رائعة، حلوة بقلاوة الصابلي. بالطبع يعني أول مرة حتشوفوه. حلوة رائعة، جربت وصفة وعجبتني وكانت ناجحة، وحبيت نشارككم معايا في هذه الوصفة. خاصة البنات يطلبوا مني البقلاوة، خاصة الأخت إيمان، نتعذر منها أني طولت عليها. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. ابدأوا بسم الله. عندي 500 جرام زبدة طرية أو مارغرين. راح نحطها راح نخلطها في العجانة بالمضرب الكهربائي. راح نضيف لها 500 جرام زبدة، راح نضيف لها ملعقة كبيرة فاني بودرة، بيضة كاملة، ورشة كبيرة من الملح فقط. يعني حتحطي هذه المواد هذه مع بعض، حتحطيهم في العجانة وتخفقيهم حتى تصبح كريمة. ضروري تصبح كريمة. إذا مش موجودة العجانة تستعملي المضرب الكهربائي، مضرب اليد الكهربائي. راح نخفقها جيدا، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ضروري تكوني خرجتيها من قبل بساعتين أو 3 من ثلاجة، يعني تكون برا. كما راكم تلاحظوا صارت كريمة. كل 500 جرام زبدة أو مارغرين حملت لي كيلو فرينة، اللي هو الدقيق الأبيض نصنع به الحلويات. يعني بالنسبة للبلدان العربية اللي ما يعرفوش الفرينة، هو الدقيق الأبيض نصنع به الحلويات. راح نجمع هذيك الخليط، نجمعه بالفرينة. كما ذكرت في البداية راح نحتاج كيلو فرينة، يعني ممكن راح تحتاجوا أقل ممكن أكثر. راح نوضح لكم أمر، يعني راح نضيفوا الفرينة بالتدريج وراح تشوفوا إذا احتاجوا راكم تزيدوا، إذا ما احتاجتوش ممكن تحتاجوا أقل من كيلو، ممكن أكثر ممكن. المهم تكون عندك عجينة صابلي طرية. يعني تكون هشة وما تلصقش في اليدين، كما راكم تلاحظوا بهذه الصورة. راح نغطيه بالفيلم غذائي ونخليه يرتاح ساعة كاملة في الثلاجة. وراح نجيب الحشوة، يعني كيما حطيت كيلو فرينة راح نحتاج كيلو من المكسرات، يعني هذا اختياري، أي مكسر تحتاجينه. أنا استعملت الفول السوداني اللي هو الكاوكاو، بعد ما حمصته تحميصة باردة يعني لونه بارد، وطحنته في الطحانة، وضفت له 200 جرام سكر عادي، وضفت له قشور ليمونة. الليمون هو اللي راح ينكهها، يعطيها نكهة رائعة، يعني حشوة ولا أروع. وراح نحتاج 3 ملاعق كبار عصير ليمون. وراح نفركها بالأصابع فقط، يعني أنا محتاجة الليمون يتفاعل مليح مع السكر والكاوكاو أو اللوز، أو يعني شيلي الفاكهة اللي عفوا المكسر اللي تختارونه، يعني اللي تحبوا تختاروه ملائم. وراح نضيف ملعقة كبيرة ماء الزهر، ونحاول نفركها جيدا. كما راكم تلاحظوا الحشوة عندي ناشفة، راح نحتاجها ناشفة، يعني راح تعطيك نتيجة مليحة في الأخير. ونرجع
العجينة بعد ما خرجتها من الثلاجة، بعد ما مرت عليها ساعة، زبدة لهنايا يعني تماسكت عندي. هذا اللي محتاجته هنا، محتاجة هذا القوام راح يسهل لك الخدمة. ونجيب صينية الفرن. أنا استعملت هذه صينية الفرن، طولها 40 على عرض 31. يعني تكون عندك أي صينية الفرن، تكون مربعة مستطيلة، أي صينية الفرن تحمل لك المكسرات كيلو. يعني تكون تحطي المكسرات في صينية الفرن تاعك، وتكون مرتفعة، يعني الحافة مرتفعة، وتحاولي تقيسي الحشوة. تستعمل الحشوة واحدة، يعني مجرد انك تقيسي لازم تكون الحشوة 2 سنتيمتر. يعني هذه الحشوة البقلاوة. ومن بعد ما قسمت العجين، قسمتها، عملت قسمين، واحد شوية أكبر من الثاني، يعني شوية حجم قليل. يعني الحجم الأكبر نبدأ به هو الأول، راح نستعمله في القاعدة. نحاول أني نفركها جيدا، عفوا نسويها جيدا على القاعدة، ونحاول أني نعمل حافة في الجوانب من الصابلي من العجينة. استعملت هذه الطريقة باش نخلي الحشوة طايبة، يعني ما تحرقش عندي، والحبة تكون كاملة، يعني حتى تقدميها للضيوف حبة كاملة، يعني ما فيهاش إحراج وما تحرق لكش الحشوة. عملت حافة رقيقة جدا، يعني باش نتفادى المشاكل في البقلاوة. ومن بعد رح نحاول اني نسوي الخطوط تاع الأصابع اللي قرصت بهم. وهنا كملتها. رح نجيب الحشوة، رح نحط الحشوة. أنا هذه صينية الفرن كما قلت لكم راهي تحمل لي كيلو من المكسرات، يعني 2 سنتيمتر من خشن المكسرات. وانتم أي صينية الفرن المهم تكون مستطيلة أو مربعة. حاول نضغط ضغط خفيف الحشوة. هنا بعد ما كملت الحشوة نرجع للعجينة البقية من صابلي. نحاول نحلها بالحلال. يعني حاولت كم مرة طرق باش نحط العجينة الصابلي، هي شوي صعيبة، لكن هذه طريقة سهلة جدا، يعني سهلت عليكم أكثر. حليتها نحاول نعطيها طول صينية الفرن. حليتها بالفرينة، ومن بعد حنقطعها قطع مربعات، ونحاول نحمل كل قطعة ونحطها فوق الحشوة باش تجيني سهلة وما تغلبنيش في العمل. وصح صراحة يعني سهلة جدا، والله يكون تجربوها يعني تستعجبوا في سهولتها. حط القطع حذا بعضها من البعض، ومن بعد راح نملأ الفراغات اللي بين القطع. يعني سهلة جدا، يعني صابلي كل ما تحبي تلميه يتلم بسهولة. حاولوا نبدلوا شوية الحلويات. دوك نحاول نملأ الفراغات. نحاول نضم العجين القطع.
واللي بقالي من العجين راح نعمله في الفراغات، يعني مش مشكل هكا، يعني من بعد راح تسويها بسباتيلا ولا بالملعقة نحاول نلصق القطع مع بعض من بعض، يعني نخيطوهم. هنا بعد ما سويتها جيدا راح نجيب السكين ونبدأ نقطع فيهم. أنا حنقطعهم مستطيلات. عملت مستطيلات عرضهم 2 سنتيمتر والطول 7 سنتيمتر. بدلوا الشكل شوية البقلاوة العادية. بالحوالي، يعني لحبيتها أقل شوي، يعني انتم تحكموا في ومن بعد راح نجيب النقاش ونبدأ ننقش الحبات. اعتذر في البداية كانت الكاميرا يعني حبست لي. دوك نقرب لكم أكثر باش تشوفوا. ننقشها يعني على شكل سبولة. وراح نجيب لوز او الكاوكاو او اي نوع من مكسر تحبي تعمليه، ونضغط عليها. لازم تدخل حبة اللوز تدخل مليح، وندخلها الفرن 180 درجة على الرف الوسط، يعني طيب في غرضها. وضروري انها تكون لونها باردة، يعني تكون بيج. انا حكمت لي حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة تكون مليحة. حاولوا ما طيبوهاش يعني محماش، خلى يعني لونها باج. ولهنا عملت كيلو من العسل اللي صنعته في البيت. هذا يصدقوني والله انها الطريقة ناجحة 100%. راح نحط لكم الرابط العسل او العسيلة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وهي سخونة نكب لها العسل بعد ما زدت له نصف كوب ماء الزهر، وهي سخونة هكاك نكب لها العسل. والعسل يكون بارد، ضروري يكون بارد. نسقيها ونخليها يعني بين ساعتين حتى الليلة كاملة، خليها تشرب في غرضها. كما راكم تلاحظوا أروع بقلاوة، صدقوني والله إنها تتعلق. يعني متمنية فعلا انكم تجربوها. واعتذر اعتذر اعتذر لأني طولت عليكم في الحلويات، وحلويات راهي جاية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تجربوها. هذه الوصفة وصفة رائعة وتقدموا لضيوفكم. وما تنسوش تحطوا لي لايك، بارطاجيو الفيديو اللي تساعدوني هكا، تساعدوني أكثر. وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.